السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكيكه هذه او بسكوتشو ديال الشوكولاتي كتجي يا سلام، كتحمق. شوفوا كيفاش كتبان، شوفوا غير كيفاش كتبان، كتشاهي. والطريقه والمقادير ساهلين وبساطين، واللي هما متوفرين في جميع البيوت. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا سمحوا لي تمشى لي واحد المقطع ملي كنت كنعمل البيض والسكر. طوطال عملت هنا في هذا الاناء 4 البيضات وكاس ديال السكر، وغنزيد بحال اللي كتشوفوا نص كاس ديال الزيت. بهذاك الكاس اللي وريت لكم هو اللي عبرت به السكر. صافي كنخلط كل شيء مع بعضياته، ديك البيض والسكر والزيت حتى ما كيبقاوش ديك الحبيبات ديال السكر. كنزيد واحد الكوتشاره ديال الخل، كنعاود نخلط شويه، وكنزيد 2 الكيسان ديال الطحين. بحال اللي كتشوفوا 2 كيسان ديال الطحين. كنحرك مزيان داكشي، وكنزيد واحد الكاس ديال الماء. الكاس اللي كنعبر به هو اللي كملت به العبار كامل، هو اللي عبرت به كلشي. كاس ديال الماء، حيت له غير البروده، ماشي دفيتو ماشي غليتو، غيت له غير ديك البروده ديالو صافي باش ميبقاش بارد بزاف. صافي كنخلط عاوتاني مع ديك الماء، وكنزيد 2 الكوتشارات ديال الكاكاو المور. اللي ما عندوش يقدر يعوضو بكولاكاو او نيسكوي اللي كيشربوا العيال مع الحليب. كنخلطو يعني التوتال 4 ديال الكوتشارات ديال الكاكاو. صافي كنخلط الكل مزيان مع بعضياتو حتى ما كيبقاوليش ديك الحبيبات ديال الطحين اولا ديال هذا الخميره. ولا ما حركتيشي مزيان كيبقاو ديك الحبيبات. البنات واللي عندها الكاس تطحن كل شيء في الكاس فمن الاحسن. نسيت ما عملتي النكهه ديال الفانيلا، 8 كوتشاره صغيره نكهه فانيلا، وكنحركو الكل مع بعضياتو. وفي واحد المول ديال الفران كنكون دهنته بالزبده قبل، ودردرت عليه الطحين. كنخويو فيه الخليط ديالنا، ديك الخليط اللي خلطنا كنخويوه فيه عفوا. صافي ديك الساعه من قبل كيكون عندي الفران سخنته على قبل سخنته، وكندخلو الكيكه ديالنا للفران، كنرخفو عليها، كنشعلوها غير من تحت. نورمالمون حتى كطيب لي انا الكيكه من تحت، عاد كنشعل من الفوقي باش كتحمر. في هذا الكاسو هذا بلا ما نشعلها من الفوقي هي اصلا محمره خلق. توتال غادي نعملو السكر كاس. اللي ما كتعجبوش الحلاوه البنات ما يعملش كاس، يعمل غير نص كاس. و50 غرام ديال الزبده. غنزيد 2 كوتشارات ديال الكاكاو المور، من بعد غنزيد الثالثه. توتال 3 د الكوتشارات ديال الكاكاو المور. بحال اللي قلت لكم، اللي ما عندوش كاكاو المور يعوضوه بالكولاكاو اللي كيشربوا العيال مع الحليب. وهذا كيكون حلو، يعني ضروري خصنا نقصوا شويه السكر. انا عملت كاس ديال الحليب، ممكن تعملوا حتى جوج. الا بغيتو هاد الشراب تجيلكم فازكه فازكه عملوا 2 كيسان ديال الحليب. بغيتو ما تكونش فازكه بزاف كاس كفايه. صافي كنحركو داكشي فوق النار، كنخليو داكشي حتى يبدا يغلي، وكنحركوه ما يبقاوش ديك الحبيبات السكر، ما يبقاش السكر. صافي حتى يطلع فيها الغليان، يعني تغلي واحد 5 دقائق. خليوها تغلي واحد 5 دقائق، يعني ما بين 3 دقائق 5 دقائق. بغيتيها تجي خاتره خليها تزيد تغلي، بغيتيها تكون غير هذه شويه. هي تفزق بها، تفزق بها الكيكه ديالنا، نفزقوا بها الكيكه ديالنا. صافي كنخلطوا كلشي وكنخليوها تغلي. ماشي غير كيطلع فيها الغليان كنطفيوها، لا كنخليوها تغلي. واللي كيبغيها تجي بحال ديك الشوكولا هيدا غير من فوقي، يعني خصها تختار، خصها تزيد تغلي باش كتختار وتعقد، باش كتبقى لنا من فوقي ديك الساعه ديك الشوكولاتي. صافي البنات، من بعد ما كتغلي كدير نخويوها على الكيكه ديالنا. وقبل انا تقبتها بحال اللي كتشوفوا بهذا العود هذا تقبتها. اللي ما بغاتي تقبى، انا بغيت هذا الشكل هذا الكيكه ديالي تجي متقوبه من فوقي. فهمتوا البنات؟ اللي ما بغاتي تبان لا متقوبه ما تقباش، اولا غير بالفرشيطه، راه الدقائق بالفرشيطه ما كيبانوش. انا بغيت هاد الدقائق يبانو. صافي هكا تقبتها، يعني بحال اللي تقول دائما ديك الشكل ديال سامبل سامبل مالسه مالسه. قلت غادي نبدل شويه الديكور ديال الكيكه. صافي باش ديك الدقائق يبانو، انا عملتهم بالعاني هيداك باش يبانو. صافي كنخويو عليها ديك السيروم ديالنا ديال الشوكولاتي، كنسقيوها من الفوقي، وكنزينوها كيف ما بغينا. الصراحه التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يزينها كيف ما هو كيبغي.
صافي هنايا سقيتها وصافي سقيت داكشي كامل خويته من الفوقي، وكنشبر الحبيبات ديال الشوكولاتي وعملت هكا دردرتهم عليهم من الفوق، دردرت على الكيكه من الفوق داك الحبيبات ديال الشوكولا، هذا اللي استعملت. صافي دردرت هايدا من فوق داك الشوكولا وها هي واجده. هذا هو الشكل ديالها النهائي بحال اللي كتشوفوا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك والدعم دعمونا في في هذه القناه باش تزيد للقدام. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، وصراحه كنتمنى هاد الكيكه تعجبكم وهذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. جربوها عاد باش تعرفوا واش تعجبكم ولا ما تعجبكمش، خصكم تجربوها. المهم الا جربتوها وعجبتكم ولا ما عجبتكمش ردوا عليا الخبر. وشكرا بزاف على حسن المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.